منتخب مصر للكرة النسائية بيخسر من منتخب زامبيا 6-0 في أول ماتشاته في أفريقيا. نتيجة كبيرة وممكن يبقى فيه تريقة كتير على المنتخب، بس في شوية حاجات كده لازم نذكرها. دي المشاركة الثالثة في تاريخ منتخب مصر لكرة القدم النسائية في بطولة أفريقيا، وآخر مشاركة لينا كانت في 2016 من 10 سنين. الناحية التانية منتخب زامبيا شارك في 2018 و2022 و24 و26 وتأهل لكأس العالم اللي فات، لعب كأس العالم ولعب أولمبياد كذا مرة. فمنتخب في الكرة النسائية يعتبر أقوى منا بكتير، وإحنا نعتبر لسه منتخب في طور التكوين. غير إن إحنا أساسا في التصفيات المؤهلة أفريقيا ما تأهلناش، وخسرنا من غانا في التصفيات 7-0 مجموع الماتشين. ولكن الاتحاد الأفريقي زود عدد المنتخبات من 12 منتخب ل 16 منتخب، فخد اعلى 4 منتخبات في التصنيف ما تاهلوش، واللي كان منهم منتخب مصر. فيعني لولا زياده عدد المنتخبات ما كناش شاركنا اصلا. فالمشاركه والخساره بنتيجه كبيره مع الاحتكاك ومع الوقت ده هيخلي عندنا منتخب كره قدم نسائيه قوي. فان احنا نشارك ونخسر بسكور كبير، المره الجايه نتعلم وان شاء الله نحقق نتائج افضل، والماتشات الجايه كمان نحقق نتائج احسن من النتيجه دي. فانا بالنسبه لي يعني ما نقصوش بس على الناس في النتيجه.